عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هعمل معاكم مشروبات شتويه مدفيه في البرد اللي احنا فيه ده، حلوه جدا ومغذيه. اول حاجه هنعمل اللي هو السحلب، وهعمل معاكم المغات ده الجاهز واحنا بنجهزه. لكن هنعمل بودره بقى اللي هو الموكا، وهنعمل الهوت شوكليت ده، هنعمل بودره وهنعمل المشروب بتاعه. وكمان هنعمل مع بعض اللي هو حمص الشام او الحلبسه بكل تفاصيلها. اول مشروب هنعمله اللي هو السحلب، معايا 4 كوبايات حليب، واحط عليهم 4 معالق من السحلب، بس معلقه صغيره زي كده. لو حباه تقيل بقى امليها على الاخر، بس كده كويس معقول. كل ما يكون المج بتاعنا كان كبير بنكبر المعلقه شويه، احنا بنحب نشربه مش بنحب ناكله بمعلقه. تمام كده. حط السكر بقى زي ما بتحبي، حطي بقى معلقتين 3 للكوبايه، انا احط 2 للكوبايه، ولو احتاجنا نبقى نزود، يعني نحط 8. هنقلب كويس جدا على البارد ونرفع على النار لحد ما يغلي معانا. لازم نقلب كويس جدا عشان السحلب ده عباره عن نشا، فلازم يدوب معانا عشان ما يكتلش معانا على النار. هنا بصوا القوام بتاعه، وبيتقل بعد شويه، بيتقل كمان سنه كده، وكده جاهز. والف هنا وصح. ممكن نحط عليها بشر شوكولاته او كاكاو خام زي ما بنحب نقدمها. المشروبات الشتويه الحلوه اللي هو المغات، هنعمل مع بعض بقى المغات ده نفتحه. هنجيب الحاجه اللي انا هعمل فيها واحط فيها معلقه كبيره سمنه، ماشي. دي كده مقدار معلقه كبيره سمنه، احطها على النار. احط عليها معلقه صغيره كده مليانه زي ما احنا شايفين مليانه كده. لو حابه تكون كبيره تمام حسب ما تحبي القوام، بس صغيره حلوه مليانه كده. احطها على النار احمصها شويه كده. بعد ما حمصناه شويه ميه، بسم الله كده، ونرفع على النار تاني نقلب فيه لحد ما يغلي معانا ونفصل عليه. نحط السكر، سكر اختياري. القوام بقى اهو. لو حبيت اتقل من كده زودي المغات، بس برضه هو ما بيبرد على فكره بيتقل. بألف هنا وصحة. المشروب بتاع الموكا مشروب طبعا شتوي، مشروب بيدفي. ناس كتير بتحبه وناس ما تعرفوش، فاحنا بنتعرف عليه في البيت وبنشتريه من بره. الباكو قد كده غالي. معايا كوبايه سكر بودره، ومعايا كوبايه حليب مجفف، اللي هو الاكياس بتاعت اللي احنا بنشتريها دي. يعني تقريبا كيس ونص او 2 على حسب الحجم الكوبايه، انت بقى بتعايري نفس الكوبايه. معايا هنا دي مج، نص بتاعه كاكاو خام، والنص اللي تحت اللي هو النسكافيه، اللي هو اي نوع يكون اللي هو سريع ذوبان، يكون اللي هو البلاك ده. هنبدا نجيب معانا، هننخل المكونات بتاعتنا عشان تبقى سهله حتى واحنا بندوبها يعني في الحليب بتاعنا. بصوا بعد ما نخلته، طبعا اللي هو النسكافيه بيكون متذوبات شويه، حابه تسحنيه بالمصحنه مش مشكله، بتاعت اللي هي التوابل دي اللي احنا بنعمل بيها السكر والتوابل. مش حابه خلاص مش مشكله، هو ضغطي عليه شويه كده هينزل معاكي. هنحط بقى رشه بسيطه قرفه، بس رشه يعني حاجه لا تذكر، وبرده فانيليا. طبعا الفانيليا بتعزز الطعم معانا شويه، وبرده ما نكترش، ورشه ملح. يعني بصوا حاجه كده بس كده المشروب بتاعنا جاهز ان احنا نستخدمه. بناخد معلقه على كوبايه الحليب. بقى الموكه بتاعتنا انا معايا هنا 3 مجات حليب، هنحط 3 موكه و3 سكر كده. نرفع على النار. الموكا ممكن نحطها في الكوبايات، نحط السكر ونغلي الحليب ونحطه عليه، غير الهوت شوكليت عشان الهوت شوكليت بيكون عليه نشا. بعد ما رفعنا على النار وغلى معانا نبدا نصب بسم الله الموكا بتاعتنا. مشروب الهوت شوكليت طبعا ده مفيش غنى عنه، اي حاجه فيها كاكاو مفيش غنى عنها في الشتاء وفي البرد ده. انا معايا كوبايه سكر، نص كوبايه كاكاو طبعا خام، ومعايا نص كوبايه حليب، ومعايا معلقه كبيره نشا. هنبدا ندخل المكونات بتاعتنا برده، بس هنخلي الكاكاو لوحده، هنخله بمنخل لوحده، مصفى لوحدها كده، معلقه النشا بس كده. وهنحط كمان رشه ملح، رشه بسيطه جدا ملح، وكمان شويه فانيليا، وهنقلب ده كله مع بعض. هنبدا بقى نعمل المشروب بتاعنا اللي هو
الوايت شوكليت بتاعنا. معايا كوبايتين حليب، هنحط لكل كوبايه لها معلقه كبيره، ونحط كمان سكر. السكر ده بقى احنا حاطين سكر قبل كده، فممكن السكر دوت يعني حاجه ترجع علينا بقى، عايزين نحط مثلا نحط، مش في ناس ممكن ما تحطش سكر تستكفي بالسكر اللي فيه، لكن احنا هنزود سكر. هحط برده مقدار معلقه كبيره برده، وهنبدا ان احنا ندوب على البارد، وبعد كده نرفع بقى على النار. خلاص حطينا على النار، اول ما خلاص غلي معانا اهو نبدا نصب. بسم الله. معايا هنا كريم شانتيه، شويه بشر شوكولاته كده على الوش. عندك بقى كريم كراميل، عندك صوص شوكولاته، عندك حاجه من دي عايزه تحطي زودي كمان، دي حاجه ترجع لك بقى. حمص الشام او الحلبسه زي ما بنسميها او بنقول عليها يعني هنا في مصر. دي من المشروبات الشتويه المدفيه المغذيه. معايا هنا حمص، معايا نص كيلو. انا نقعه غسلته كويس جدا، طبعا نضيف وحلو اهو. يعني تقريبا انا سايباه بقاله 8 ساعات، او من تقريبا من 6 7 ساعات كده، من 6 ل 8 منقوع. معايا على قد الحمص اللي احنا هنستخدمه بنستخدم طماطم. انا معايا نص كيلو حمص، معايا نص كيلو طماطم، معايا بصلايه برده معاش كبير وسط، ومعايا تقريبا نص معلقه كبيره ثوم. هحط عليهم كوبايه ميه واضربهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده هصفيهم. هنا اهو حطيت عليه تقريبا مقدار كمان لترين ميه، احط كمان واحد، كمان حطيت 3 لتر ميه عليها. نرفعها على النار بقى اول ما تبدا ان هي تغلي. نخلي النار عليها وسط او اقل من وسط شويه، هو يعني هيستوي معانا، ياخد يعني عشان ما نخلصش الغاز بتاعنا، يعني الغاز غالي برضه. ونخلي الغطا بتاعنا موارب شويه بحيث ان هي ما تفرش مننا، ونسيبها لحد ما تستوي معانا، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. خلاص اهو الحمص بتاعنا خلاص يعني داب معانا. خد تقريبا ممكن ساعه ل5 ساعه ل10 حاجه زي كده، ساعه الا ربع يعني. انا معايا هنا بقى نص معلقه كبيره كمون، معلقه كبيره ملح، معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، ومعايا مرقه دجاج. هحط المكونات دي كلها هنا. هرفع المكونات دي على النار 5 دقايق بس، 5 دقايق بس. الميه بتاعتها اهي. هحط معلقه كبيره شطه حاره، وكمان معلقه كبيره كمون. الكوبايات اللي انا حضرتها دي هاخد من الميه بتاعت الحمص، احط على الشطه وعلى الكمون. دي الدقه اللي هي بنزود بها الكوبايات. نبدا نحط حمص، من الشطه بقى دي حاجه ترجع لنا، نحط شويه، وكمان من الكمون، كمان ليمون، عصير ليمون كده، الليمون وقت التقديم بس، هو الحاجات دي والشطه دي.